5 كلمات اجعلها على لسانك لا تفوتها. تدرون ليش؟ يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يعني الحديث ما في مطعن أبد، صحيح، قال: فإنه لو قالها فإنه قد سأل الله خيري الدنيا والآخرة. كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة قد سألت الله إياه في هذه ال5 كلمات. 5 كلمات تقولها وتحفظها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بين السجدتين، إذا سجد ورفع: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. والله يا أخواني أنا أقولها دائما، هذا الحديث تعلمته قبل 20 سنة، فكنت أتفكر كل شيء. أنا أريد زوجة، موجودة في ال5. أريد ولد، موجودة في ال5. أريد الغنى، موجودة في ال5. أريد الأمن، موجودة في ال5. شرح ذلك يطول. جلست 20 سنة أسأل المشايخ والعلماء وأتفكر وأسجل لعلي أحصل شيئا ليس موجودا في ال5 فلم أجد، فتمسكت بفضل الله سبحانه وتعالى من سنين بهذه الكلمات ال5. 5 كلمات اجعلها على لسانك لا تفوتها. تدرون ليش؟ يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يعني الحديث ما في مطعن أبد، صحيح، قال: فإنه لو قالها فإنه قد سأل الله خيري الدنيا والآخرة. كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة قد سألت الله إياه في هذه ال5 كلمات. 5 كلمات تقولها وتحفظها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بين السجدتين، إذا سجد ورفع: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. والله يا أخواني أنا أقولها دائما، هذا الحديث تعلمته قبل 20 سنة،